النقطة التي أتفق معه في الذي ذكره هي أن كل الذي يحصل لنا ما هو إلا بما كسبت أيدي الناس. يعني كل الأمور التي تحصل من خلخلة في المناخ، من كوارث طبيعية وزلازل وأعاصير وفيضانات، لا يمكن أن تكون من محض مخاض الطبيعة فقط كما يظن بعض المتعالمين الذين يربطون كل الأمور بالعلم، بل إن كل هذه المشاكل البيئية والمناخية ما هي إلا جراء ما يصنعه الإنسان ويكسبه بأيديه الآثمة. شاهدوا المقطع. الزلزال ديال تركيا مازال ما وقفش، لدرجة أنه ضربوا جوج ديال الزلازل في نهار واحد وبساعة واحدة. أذكر بهذا الخبر العاجل حيث أعلن عن وقوع زلزالين جديدين في تركيا وسوريا قوتهما 6.4 بالعشرة على مقياس. دابا بلا ما يجي شي واحد يقول لي هذا الشيء اللي واقع في تركيا راه هو عادي، وراه ما كنهضروش دابا على تركيا. شي دابا تركيا راه صافي ولفات الزلزال، راه ولات اكثر من اليابان، راه كل 7 دقائق هزه ارضيه. اذا تركيا وسوريا هذوك صافي دابا حنا عرفناهم فيهم الزلزال 24 ساعه على 24 ساعه. دابا راه ولينا كنهضروا في العراق وفلسطين والاردن ومصر، وهضره كتقول انه حتى ليبيا. وبعض العلماء، تنهضر انا على العلماء ما كنقولش انا، العلماء كيقولوا انه حتى تونس والجزائر قال ربما غيضربهم التسونامي. ومعلومه كذلك انه هاد الدول كاملين، لا الجزائر لا تونس لا ليبيا لا مصر فلسطين، كاملين البحر رجع خوال. تفاجأ أهل سيناء المصرية بانحسار مياه الشواطئ عن مدينتهم بدرجة كبيرة ملحوظة، إذ تراجع منسوب البحر الأبيض المتوسط عن شواطئ المحافظة في ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى. شوف كيفاش البحر رجع وخوا. هاد الظاهرة أول مرة غتوقع، هذه راه ما عمرها ما وقعات. والأغرب والأعجب من هذا هو في البحر ديال الجزائر، ملي خوا البحر الناس شافوا واحد الرسومات مرسومين في وسط البحر ملي مشى الماء، تزامنا وتراجع مياه البحر الذي شهدته ولاية ديالنا. والعجائب والغرائب في هذا الزلزال ديال تركيا هو انه قال لك واحد الظاهره ولاو كيشوفوها، وانا ما غندير استنتاج شخصي لا والو، انا غنسد فمي. هو انه ملي كيضرب الزلزال كيبان لهم واحد الضوء خضر في السماء. شفتوا الضوء الخضر اللي كيضرب في السماء؟ انايا ما غندير لا استنتاج لا والو، انا عاوتاني غنقول لكم غنسد فمي، نتوما اللي جاوبوني في التعاليق. هاد الظاهره من انه كيضرب الضوء بحال البرق، وماشي حتى البرق، راه ضوء خضر كيضرب في السماء. قال لك العلماء كل واحد كيشرح وكيغرب، ولكن الحاجه اللي متفقين عليها هو انه هذا الشيء هذا راه اول مره غيوقع وغيتشاف في الزلزال ديال تركيا. انا غنلخص لكم شنو كيقولوا العلماء في هذا الضوء هذا اللي كيبقى 30 ثانيه في السماء عند حدوث الزلزال، وما عرفوش هما مازال ما فسروش هاد الظاهره ديالاش، ولكن كل عالم وشنو كيقول. العلماء الاولين قالوا انه هذاك الضوء الخضر قال لك انه غير البرق مع الشتا، يعني هذه القضيه مستبعده، حيت البرق الضوء خضر والضوء في شكل يعني مهم كيقولوا الضوء ديال البرق هادو الاولين. وقبل ما نكملوا هو انه نفس الضوء كيبان في الزلزال الاول وفي جميع الزلازل اللي ضربوا تركيا، نفس الحاجه كتعاود، هادو شهود عيان اللي قالوها. المهم نكملوا. العلماء كيقول لك الاحتمال الثاني وكيفسروها انه ملي كيضرب الزلزال كتشق الارض وكينبعث واحد الغازات، وهذوك الغازات كيتلاقاو مع الاكسجين وكيتفاعلوا وكيعطيوك ديك اللون الخضر في السماء. هذا التفسير ديالهم. علماء اخرين عاوتاني ناضوا قالوا انه هذه الظاهره ديال الضوء الخضر هذه كتسمى برق الزلازل، يعني هذاك الضوء الخضر كيجي مع الزلزال في اي بلاصه. هما كيفسروا، وانا كما قلت لكم ما غنعطي لا الاستنتاج ديالي لا والو، حيت انا ماشي الميدان ديالي هذا، انا غير ملاحظ وصافي، انا ما باحث ما عالم ما فهمتي، انا هذا وخاوي. والعلماء حتى هما
في الاخير قال لك ما عارفينش، حيت داك الضوء ما عرفوش واش المصدر ديالو من الارض ولا من السماء، حيت هو بان مع الزلزال واختفى مع الزلزال. واش دابا عرفتوا علاش انا في اي فيديو كنعطيكم الاستنتاجات الشخصيه ديالي في شي حاجه؟ اي حاجه ملي نقول لك انا الاستنتاج ديالي شخصي، عرف انه العلماء براسهم ما عارفينش ومازال ما فسروش، وتا لا فسروا انطلاقا من داكشي اللي عارفين هما، وتا انا كنلاحظ وكنفسر. وراه ماشي عيب تعطي اراء ديالك في شي حاجه ولا تستنتج شي حاجه. دابا غنساو علينا تركيا والزلازل ديالها، وغنمشيو نيوزيلندا حتى هما ضاربهم الاعصار. إعصار عنيف اجتاح نيوزيلندا مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 140 كيلومتر في الساعة. أعلنت الحكومة النيوزيلندية على إثره حالة الطوارئ في البلاد. الانهيارات واش ما كتردوش البال علاش طريق كتشارك معنا هاد الشيء هذا؟ راه هاد الشيء هذا ماشي عادي، راه شي حاجه ماشي هي هذيك البارامتر ديال الكره الارضيه تخربقات باش بالطاقه السلبيه ديال البشر. راه هذاك الشيء شرحته في فيديو اخر، رجعوا تفرجوا ليه. البرازيل كذلك هاد السيمانه نيت عندك هاد 2023 وهاد الشهر هذا كله كوارث، حتى هما ضربهم فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 36 شخصا وتشريد 100 السكان. ويواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن موتى وإعادة الاتصال بين البلدات المعزولة وفتح الطرق التي لا يزال بعضها مغلق. هاد الشيء نقولوا عادي، يعني الزلازل عادي، الاعصارات عادي، الفيضان عادي، وكاع الدول اللي ما عندهم والو كتلقى عندهم الجفاف، واللي ما عندهمش الجفاف عندهم غلاء الاسعار. المهم حتى شي واحد في الكره الارضيه ما مهني. وهذا الشيء هذا كامل اللي واقع في العالم، شي وحدين مازال ما بغاوش يفهموا راسهم ويمشي يصلي. كيشوف الناس كتموت في الزلازل، الفيضانات، الاعاصير، ومع ذلك خونا مصمك كيدير راسو ما شاف والو ما سمع والو. وقيلا تتسناو تجيكم الدقه عاد تنوضوا تبقى تهزوا الصلايات والمقارج ديال الوضوء. ما فهمتش انا كيفاش كيفكر والله. نشوفوا واحد اللقطه اللي صراحه بقات فيا والماتني. شوفوا الناس الرعب والخوف اللي كيعيشوه بسبب الزلزال بسوريا وتركيا. شفت اللقطه هذه وملي شفت هذيك المأساة تفكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو قال لنا؟ من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله كنحطوا راسنا على الوساده مرتاحين، كلشي هو هذاك، وكنشوفوا العالم مخربق. هذه راه اكبر نعمه عندك يا انسان، هذه راه اكبر نعمه. وترى بنادم دابا في تركيا وكان العس في الزنقه كيقول لك انا دخلت للدار غيجي شي هزه ارضيه غطيح عليا. وبنادم في مصر وتا هو ولا منوي، وواحد في لبنان تا هو ولا منوي، وواحد في العراق تا هو ولا منوي، وكل شيء ولا عايش في الرعب. شفتوا على نعمه كنا عايشين فيها وحنا كنا عاطينها النشاط والافراح، وبنادم ما يحمدش الله على هذه النعمه ديال الامن. وسير حمد الله، راه العالم كاين في ازمه، والعالم في الازمه. كنهضر معاكم بالحرقه ومن القلب اصاحبي، راه ما كنتصنعش انا.